مرضى ضغط الدم المنخفض اللي ضغط دمهم بيبقى أقل من 90-60 وبيصاحب ده أعراض زي مثلا دوخة مفاجئة، زغللة في العين، تسارع في ضربات القلب، لازم يتبعوا النصايح اللي هنقولها دلوقتي وفعلا هتجيب معاهم إن شاء الله نتيجة. اول حاجه لازم يشرب ميه في اليوم من 2 ل 3 لتر، وهيقسمها على مدار اليوم. هيقسم وجباته برضو بحيث ان هو ياخد وجبات متعدده وتكون خفيفه. يعني ممكن ياكل 5 وجبات في اليوم بس تكون وجبات خفيفه. بلاش ان هو ياكل وجبه دسمه مره واحده لان دي برضو هتوطيله الضغط. ممكن ينام على مخدة عالية. المخدة العالية دي هتحسن من ان الضغط يفضل ثابت. ممكن يلبس شرابات ضاغطة. الشرابات الضاغطة دي هتخلي الدم يتحرك من الساقين للقلب فبالتالي هتمنع الدوخة. لما يجي يصحى من النوم وعايز يقوم ما يقومش مرة واحدة، ولكن في تمرين صغير كده ممكن يعمله يعني قبل ما يقوم، بان هو يحرك رجليه الاتنين كأنه راكب عجلة بالظبط، وده هيخلي الدم يتحرك فبالتالي هيمنع الدوخة الصباحية اللي ممكن ان هي تجيلهم. لو خرج ممكن ان هو ياخد معاه سناك مملحة، مكسرات مثلا